أهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم. ساعات كتير بعد ما بتخلص صلاة التراويح أو تسمع درس ديني وتكون في حالتك الروحانية كده في السماء، بترجع البيت وتمسك الموبايل تهزر مع أصحابك أو تتفرج على مسلسل، وفجأة بيجي صوت جواك يقولك انت بتضحك على مين؟ انت بتعمل فيها شيخ في الجامع وحياتك عادية جدا بره؟ انت منافق. الشعور ده بنسميه في علم النفس متلازمة المحتال، بس في الدين بنسميه جلد الذات. بتحس انك بوشين، بس اطمنوا، الشعور ده مش جديد. ده حصل لصحابي جليل لدرجة انه طلع يجري في شوارع المدينة ويصرخ بأعلى صوته: نافق حنظلة، نافق حنظلة. تخيلوا، صحابي بيتهم نفسه بالنفاق علشان لعب مع عياله. تعالوا نشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم حل العقدة دي ازاي. فاصل وهرجع لكم تاني. أنا شخص بيصلي ويبكي بخشوع، نفس الشخص بيضحك بصوت عالي مع أصدقائه. هل لازم نكون ملائكة 24 ساعة؟ هل الضحك واللعب بينافي الإيمان؟ حنظلة كان فاكر كده وكان مستعد يعاقب نفسه لحد ما سمع الروشتة اللي ريحت قلوبنا كلنا لحد النهاردة. حنظلة كان من كتاب الوحي. في يوم قابله أبو بكر الصديق فسأله: كيف حالك يا حنظلة؟ حنظلة رد بانهيار: نافق حنظلة، نافق حنظلة. أبو بكر اتخض: سبحان الله، ما تقول. حنظلة شرح له السبب: يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن الجنة والنار كأننا شايفينهم بعينينا، فعينينا تبرق ونقشع، ولما نخرج عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات، انشغلنا بالشغل والبيت واللعب فنسينا كثيرا. يعني حالتي بتتغير يا أبو بكر، في الجامع ملاك وفي البيت إنسان عادي. تفتكروا رد فعل أبو بكر كان إيه؟ هل قال له استغفر الله؟ إزاي قلبك يقسى كده؟ لا، أبو بكر الرجل الثاني في الإسلام قال له بصدق: إنا لنلقي مثل هذا. أنا كمان زيك يا حنظلة، أنا كمان بحس بالتغيير ده. انطلقوا هما الاتنين للنبي صلى الله عليه وسلم، وحنظلة عاد الشكوى على النبي وقال له: نافق حنظلة يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ابتسامة المطمئن وقال له كلام يتكتب بماء الذهب: والذي نفسي بيده لو تدومون علي ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. يعني لو فضلتوا بنفس الحالة الروحانية العالية دي طول الوقت كنتوا هتبقوا ملائكة مش بشر، والملائكة كانت نزلت سلمت عليكم في الشارع. وبعدين قال القاعدة الذهبية: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. كررها 3 مرات: ساعة لربك عبادة وذكر، وساعة لقلبك أهل وشغل وترويح مباح. حديث ساعة وساعة اتفهم غلط عند ناس كتير، فاكرين الساعة لربك وساعة للمعصية. لا طبعا، المقصود ساعة للعبادة وساعة للحياة الطبيعية المباحة: أكل، شرب، ضحك، فسحة. الدرس اللي حنظلة بيعلمه لنا في 2026: انت بشر مش ملاك طبيعي، إيمانك بيزيد وينقص. ما تجلدش نفسك لما تلاقي قلبك فتر شوية بعد ما رمضان بدأ. المهم ما تبطلش الفروض. التدين مش كآبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسابق السيدة عائشة وكان بيمزح معاها ولا يقول إلا حقا. إنك تكون متدين مش معناه إنك تقعد مكشر وتنعزل عن الناس. خطر المثالية السامة. الشيطان أذكى مما تتخيل، لما بيلاقيك عايز تبقى مثالي 100% بيوقعك في الإحباط، فتقول أنا مفيش فايدة مني وتسيب الدين كله. قليل دائم خير من كثير منقطع. التوازن: عيش حياتك وانجح في كاريرك، اخرج مع أصحابك وفي نفس الوقت حافظ على صلاتك ووردك. ده مش نفاق، ده اتزان. حنظلة ارتاح لما عرف إنه طبيعي،
وأنا جاي أقولك النهاردة أنت طبيعي، ما تخليش الشيطان يضحك عليك بكلمة منافق. كمل في طريقك لربنا، حتى لو بتقع وتقوم ربنا عايزنا، يعني راجعين، احنا مش ملايكة. وسؤالي ليكم النهاردة، ايه اكتر حاجة بتعملوها للترويح عن نفسكم؟ هواية، خروجة، رياضة، وبتحسوا انها بتشحن طاقتكم عشان تقدروا تكملوا عبادة وشغل؟ ادونا افكار للساعة بتاعة القلب في الكومنتات، واستنوني بكرة وحكاية جديدة، وحكايتهم هي حكايتنا، ورمضان كريم.